حبايبي الحلوين اللي وحشوني كتير، جايبه لكم النهارده فيلم اكيد هيعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا فيلمنا احب الاول افكركم بالصلاه على سيدنا محمد، وكمان اللي لسه ما عمليش اللايك يعمل لي اللايك والاشتراك في القناه. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدا معانا بالشرطه كانت قابضه على مجرم خطير، وبيتكلم المفوض في مؤتمر صحفي وبيقول ان مفيش جريمه تاني في بومبي، وان اي حد هيفكر بس ان هو يدخل في عالم الاجرام انا هقتله. وبيجي سوريا على بومبي وبيكون صاحبه مستنيه في محطه القطر وبياخده معاه على البيت وبيقول له انت محظوظ لانك لما جيت لقيتني في انتظارك، اما انا لما جيت هنا ما كنتش اعرف اي حد فعانيت كتير قوي. وبيقول له انا من بكره هدورلك على شغل وواحده واحده تستقر هنا. لكن سوريا بيقول له انا ما جيتش هنا علشان استقر بالبطء ده، انا جيت هنا علشان اهز بومبي كلها واخليها ملكي. فبيضحك صاحبه بيقول له ماشي خد الفلوس دي وخليها معاك وانا رايح على شغلي. فبيقول له سوريا سيب شغلك واشتغل معايا وانا هديلك 25,000 روبيه. لكن صاحبه بيقول له هو انت لاقي تاكل علشان تديني 25,000 روبيه؟ فبيضربه سوريا على وشه وبيقول انا قلت لك انا جيت هنا علشان اهز بومبي كلها. وبياخد سوريا وبينزل الشارع وبيلاقي 2 اغنياء جدا راكبين العربيه وبيقول لهم سوريا انا شرطي وانتم عليكم مخالفات ويلا تعالوا معايا على القسم. وفعلا بياخدهم على القسم وبيعمل نفسه ظابط وبيقول للشرطي ده هددهم لو دفعوا رشوه سيبهم ولو ما دفعوش اسجنهم. فبيسمع كلام سوريا وبيروح لهم هنا وبيهددهم وبيرجع ب30,000 روبيه رشوه لسوريا. فبيديله سوريا 5,000 روبيه وال25 بيديهم لصاحبه وبيقول له ده راتب الشهري بتاعك. وبيقول له سوريا لصاحبه بومبي من السهل قوي انك تجيب الفلوس لكن من الصعب انك تلاقي بنت جميله انك تحبها، علشان كده انا قررت اخلي بنت المفوض تحبني وتكون حبيبتي. ودي بتكون شترة بنت المفوض. وبيروح لها سوريا وبيقول لها انت تفضلي كده تلحقيني وبتبعتي لي رسايل وكمان ترن عليا، هو انا مش قلتلك انا مش بحبك؟ لكن لما بتيجي شترة ترد عليه ما بيديلهاش اي فرصه خالص ان هي تتكلم وبيزعق لها وبيسيبها وبيمشي. وبتفضل شترة تعيط واصحابها بيقولوا لها طالما انت ما تعرفوش ليه ما دفعتيش عن نفسك؟ فبتقول لهم لانه ما ادانيش فرصه اني اتكلم حتى وهو كذاب وكل اللي قاله ده ما حصلش اصلا، انا اصلا ما اعرفوش. وبيروح مدير البنك مع الشرطه على المنطقه اللي عايش فيها سوريا وبيطرد الناس من بيوتهم وبيرمي لهم حاجتهم في الشارع وبيقول لهم قدامكم فرصه شهر واحد بس، لو ما دفعتوش القرض اللي عليكم هنحجز على كل بيوتكم. فبيسمعهم سوريا وبيوقف الناس وبيقول لهم انا اوعدكم في خلال 10 ايام الكروت اللي عليكم كلها هتتسد وكمان كل مشاكلكم هتتحل. فبيفرحوا الناس قوي وبيحيوا سوريا. وصاحبه بيقول له انت اتجننت هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ فبيقول له سوريا الناس كلها صدقت كلامي يبقى لازم انت كمان تصدق كلامي. وشترة بتكون بتحب الرسم قوي وبترسم لوحه في الشارع وصاحبتها قاعده جنبها كانت عماله تعزف. فبيروح لها سوريا وبيعتذر لها على طريقته معاها وشترة بتقبل اعتذاره وبيتعرفوا ساعتها على بعض. وبيشوف الشرطي ده وبيسلم عليه وبيطلب منه سوريا انه ياخد ميعاد الوزير السابق لالو. وبيروح سوريا علشان يقابل لالو ولما بيدخل ده بيفتشه لكن مش بيلاقي معاه اي حاجه. وسوريا بيخرج سكينه من الشوز وبيقول للالو هم دول بقى اللي جايبينك ورا. وبيكون الوزير عنده مشكله مع نصاي وخايف ان هو يخرج من السجن علشان هيقتله. فبيقول له سوريا انا هقتله لك جوه السجن في مقابل ان احنا نكون اصدقاء وعاوز 5 لكه علشان ادفع للرجاله اللي هيقتلوه. وبيوافق الوزير وبيديله الفلوس وبيقول سوريا لصاحبه تعالى معايا علشان نروح على منطقه هومبر. وبيكون صاحبه خايف قوي لان المنطقه دي مليانه عصابات ومجرمين. وبيروح سوريا على كازينو في المنطقه وبيضرب واحد من العصابه وبيساله عن شاكيل. فده بيجي وبيمسك سوريا بس سوريا ساعتها بيضربه بكل قوته وبيدخل واحد تاني عليه فبيضربهم كلهم واحد واحد وبيقولوا له ان شاكيل في السجن. فبيعرض سوريا عليهم ان هم يشتغلوا معاه بمقابل 50,000 روبيه وبيديهم الفلوس مقدم وطبعا بيوافقوا. وبيطلب منهم ان هو يجمعوا له كل المجرمين اللي معاهم في نفس المجال ده علشان يشتغلوا معاه ويعرفوا له محامي شاطر ويحددوا له ميعاد مع شاكيل قبل ما يخرج من السجن بيوم واحد. وبيتفقوا على خطه علشان يقتلوا بيها منصاي جوه السجن بحيث ان الموتة بتاعته تبان ان هي موتة طبيعيه. وبعد كده بتعلن الاخبار ان منصاي مات وهو بيتنفس في لعبه جوه السجن لان المساجين كلهم وقعوا عليه فما قدرش يتنفس فمات. وبيحتفل الوزير لول بموت منصاي وبيقول له سوريا اخيرا ريحتني مني بعد كل التوتر ده انا بقالي 3 سنين متوتر. وبيقول له اطلب مني اي حاجه انت عاوزها. وسوريا بيقول انا مش مجرم وعاوز فلوس علشان جريمه قتل، انا عملت كده علشان
كمان بحبك وعاوز تكون صديقي. وبيقول له هات لي بيت وعربيه وافتح لي كمان حساب في البنك بس كده. وبيروح له المجرمين يقابلوا سوريا وبيقول لهم سوريا انا وعدت الناس ان انا هسدد كل الديون اللي عليهم، ولاننا مش هنقدر ندفع القروض على الناس يبقى لازم نسرق البنك ده. فبتروح شترا وصاحبتها لسوريا في المنطقه اللي هو ساكن فيها علشان تاخد منه الشيك، وصاحبتها بتقول لها هو اكيد شرى المنطقه دي كلها علشان يساعد الفقراء وما يكونش متخيلين ان هو اصلا فقير زي اهل المنطقه دي وعايش هناك كمان. وبيقابلوا سوريا على سطوح وبيقول سوريا لشترا انا معجب بيكي قوي وبحبك جدا بس انا مش غني زي ما انت فاكره كده، وكذبت عليكي وكمان ما عنديش اي فلوس ولا عندي شركات ولا عندي حتى حساب في البنك. واول ما بتسمعوا صاحبه شترا بيغمى عليها، وشترا بتقول انت مش مكسوف انك كذبت عليا وكمان ضحكت عليا؟ وبتبص شترا لسوريا بنظره عتاب، انت فعلا قدرت تعرفني اني قد ايه انا غبيه. وبيروحوا رجال سوريا على البنك وبيضربوا الامن وبيحفروا قدام البنك وبيحطوا حواجز على اساس ان هم بيوضبوا في البنك وان البنك مش شغال، وبيسرقوا كل الوسائط الاصليه وكل حسابات الناس. وبتيجي الشرطه قدام البنك فتلاقي عمال شغالين فبيمشوا، وبيكسروا رجال السورية كل الكمبيوترات الموجوده وكمان بيحرقوا كل السجلات وبيمشوا. وبعد كده بيوفي سوريا وعده للناس وبيرجع لهم القروض تاني اللي كانت عليهم، وبيحتفلوا وبيرقصوا وبيغنوا مع بعض. وبيفتح لول لسوريا شركه، وبيروح شندراي المفوض وبيقول له انت وعدتني انك مش هيبقى فيهم اي مافيا خالص في بومبي، لكن في واحد اسمه سوريا كلمني وهددني وان هو عنده عصابه كبيره قوي، شوف بقى انت هتعمل معاه ايه. وبتروح شترا المعبد وبتصلي وبتساعد كل المحتاجين، وبيروح لها سوريا وبيقول لها ان الناس بقت انانيه قوي وانا ما بقتش محتاج لك ولا محتاج لحبك ده. فبتتضايق شترا جدا وبتقول له انت في الاول خدعتني وانا اتمسكت لك العذر، ولما جيت اوافق على حبك بتيجي وبتقول انك مش عاوزني. لكن سوريا بيقول لها انا كده عرفت كل حاجه وتوقيتي كان صح قوي لاني كان عندي شك في شخصيتك. والمفوض بيبعت الشرطيين دول علشان يقبضوا على سوريا وبيكونوا مش عارفين شكله وبيسالوا عليه في الكافيه، وسوريا بيسمعهم وبيشك فيهم انهم مش من الشرطه وبيمسكهم وبيضربهم بكل عنف، وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بتيجي عربيه شرطه تانية وبتاخدهم كلهم. فبينادي المفوض على شندرا وبيساله ان هو ده اللي هددك، فبيقول له لا، لان سوريا خلى رجالته خطفوا مراته وهددوه ان هو لو اتكلم او قال اي حاجه على سوريا ساعتها هيقتلوا مراته. ولما بيمشي سوريا المفوض بيقول للظباط خلي عينيكوا عليه وراقبوه، لكن الظابط بيقول له شكله مش مجرم خالص، شكله بياع لبن. وهنا لول بيقول لسوريا اتصرف واعمل اي حاجه علشان اكون العمده بتاع بومبي كلها في الانتخابات اللي جايه. فبيقول مساعد لول الموضوع صعب قوي لان المنافس ده خجالي وان هو عنده علاقات قويه قوي، بس سوريا بيقول لهم سيبوا عليا الموضوع ده وانا ههدده وهخليه ينسحب. وبيتصلوا رجاله السوريه على خجالي وبيهددوه باسم سوريا علشان ينسحب من الانتخابات، لكن خجالي ما بيخافش. فسوريا بيبعت رجالته يضربوا عليه نار، ولما بيحس خجالي ان هو هيموت بيتصل على وزير جديف وبيعيط له وبيقول له ان سوريا كان هيموته وان هو عاوزني انسحب من الانتخابات، لكن جديف بيقول له انت لو انسحبت انا اللي هقتلك مش سوريا. وبيقول له ما تخافش وانا هبعت رجالتي يقتلوا سوريا في خلال يومين. وبيروح الضابط المفوض وبيقول له انت كان عندك حق وسوريا فعلا طلع مجرم خطير قوي، ومش بس كده وكمان عامل علاقه مع بنتك. فبيتعصب قوي المفوض وبيروح لسوريا شركته وبيقعد على مكتبه وبيلاقي على كمبيوتر بيانات ناس كبار قوي في بومبي، وبيقول له انت بتعمل ايه بالبيانات دي كلها؟ فبيقول له سوريا عملاء عندي. وبيمشي سوريا الموجودين في المكتب وبيقول المفوض انك منعت المافيا بومبي ومن وقتها والاقتصاد البلد في النازل، وان المافيا بتتعامل مع الاغنياء اللي انتوا مش عارفين تتعاملوا معاهم اصلا علشان يتخرجوا منهم الفلوس، وانا اوعدك بقى ان انا هخلي المافيا ترجع تاني على بومبي ولازم امتلكها. لكن المفوض بيقول له يا ريت ايدي كانت سيف، كانت قطعت رقبتك دلوقتي وخلصت عليك وارتحنا منك. فبيقول له سوريا مش هتقدر لان بنتك بتحبني وهتزعل عليا قوي. فبيحس المفوض بالعجز وبيمشي وبيركب العربيه بتاعته. فبيقول له سوريا ما تحاولش تعتقلني لانك مش عارف مين اللي ورايا. وبيروح سوريا يقابل شترا وبيسألها عن عيلتها وبيعمل ان هو ما يعرفش عن عيلتها اي حاجه. فبتقول له ماما متوفيه وانا عايشه مع بابا، وبابا ده بيكون مفوض. فسوريا بيعمل نفسه ان هو مخضوض وبيقول لها ان الضابط دايما بيكون ضد الحب وممكن باباك يعمل قضيه ويعتقلني. فبتقول له ان ده مستحيل يحصل. وبيقضوا وقت جميل مع بعض. وبيقول الراجل بتاع سوريا ان الوزير جتيف هيبعت له 10 رجاله علشان يقتلوه بكره الساعه 4. وبيتصل القاتل على خجالي وبيقول له بعت لي صوره الشخص
الشخص اللي انت عاوزني اقتله. فبيقول له خوجالي ابعت لك تفاصيله مع 2 من رجالتي. وبياخد سوريا 1 من رجالته وبيروحوا رجاله جديف وبيديهم اكل وبيفكروهم ان هم تبع خوجالي. وبيكون الشرطه مراقبه سوريا وبيسال القاتل سوريا فين الصوره اللي خوجالي بعتها. فبيقول له سوريا انا قدامك اهو. فبيهجموا على بعض وبيفضل سوريا يقتل فيهم. وبتدخل الشرطه ولما بيجي سوريا يهرب بيلاقي شترة واقفه وشافته وهو عمال يقتل وبتبقى عرفته هنا على حقيقته. وبتقول له انت خدعتني واستغلتني وبابا كان عنده حق. وبيمسكها سوريا وبيقول لها انا فعلا كنت عاوز استغلك بس حبيتك بجد وما استغلتكيش. وبتقبض الشرطه على سوريا وبيحاول لول ان هو يخرج سوريا لكن الشرطي ده بيقول ان الوضع خطير قوي ومش هعرف اعمل لك حاجه. وبيقول المفوض للضباط ارفعوا عليه قضيه كتير قوي انا مش عاوز يخرج من هنا خالص. فبيرن تليفون المفوض وبيرد وبيلاقي بنته شترة وبتعتذر له عن اللي حصل لكن بيهجموا عليه رجاله سوريا. فبتصرخ شترة وبيجنن باباه لما بيسمع صوتها. وسوريا بيقولوا ان هم رجالته والغي كل القضيه اللي انت كتبتها واعمل لي قضيه صغيره وخرجني من هنا بكفاله والا اخلي رجالتي يقتلوا بنتك. فبيتعصب المفوض وبيدخل لسوريا وبيضربه وبيقول له انت دمرت كل احلامي. فبيقول له سوريا ان كل شخص ليه احلام مختلفه علشان كده السلام اللي انت عاوزه في العالم ده هيكون مجرد حلم. والمفوض ما بيلاقيش حل علشان يحمي بنته ان هو يخرجه علشان يحمي بنته. فبيخرج سوريا وبيروح لشترة وبتفضل تزعق له وبتقول له انت ما عندكش اخلاق ولا حتى انسانيه. فبيقول لها سوريا الناس علشان عارفين ان هم مش هيقدروا يمنعوا النمر من ان هو يفترس الغزاله بيفضلوا يتكلموا على الانسانيه. وبيرجعها لباباها لكن المفوض بيكون عامل كمين عند البيت علشان يقبض عليه. فبيقول لهم سوريا لو قتلتوني هيبقى ايه الفرق يعني بيني وبينكم هيبقى عندكم اخلاق وانسانيه. وبيسالهم سوريا مين بهارات. فبيقولوا له ان رجالتي خطفوا مامتك وانكم مش هتقدروا تقبضوا عليه. وبيقول سوريا للمفوض انا حبيت بنتك بجد جوزها لي وانا هعمل اي حاجه علشانها. لكن المفوض بيرفض وشترة بتقول انا بكرهك. فبيغضب سوريا وبيقول المفوض انا هخلي المافيا قانون في البلد وانت مش هتقدر تلمسني وبنتك مش هتكون لحد غيري. وبيروح خوجالي الجديف وبيقول له انا خايف ان مفيش حد قادر على سوريا ولا حتى الشرطه. فبيقول له جديف لازم تفضل عمده بومبي مهما حصل. خد الفلوس اللي انت عاوزها واشتري اصوات وانا هتصرف. وبيقول مساعد لول لسوريا باقي يومين على الانتخابات ومش معانا فلوس نشتري اصوات. فبيقولوا سوريا قبل ما رجاله خوجالي يوزعوا الفلوس على الناس هنبعت لهم مسؤولين ضريبه الدخل. وبيبعت سوريا رجاله متنكرين كمسؤولين يعني ضريبه الدخل. وبياخد الفلوس من كل رجاله الاعمال اللي كان تابع جديف. وبيسمع المفوض الاخبار وبيقول لو لول ده بقى العمده مش هنعرف نلمس سوريا تاني. وبيتجن جديف لما بيعرف باللي حصل وبيفوز لول بالانتخابات فعلا. وبيقول جديف ان انا لازم انتقم من سوريا والا هفقد السيطره على بومبي كلها. وبيروح سوريا يقعد مع شترة في المطعم وبيقول لها انا بحبك وبواجه كل ده علشانك انتي. وهي بتقول له اللي بيقتل الناس ما بيقدرش يعرف قيمه الحياه. وفجاه بيضربوا رجاله جديف نار على سوريا وبيقدر سوريا يفادي نفسه وبيخلص عليهم. وبيقول لشترة تعالي معايا بس هي بتقول له ما اقدرش اعيش مع قاتل زيك كده. فبيقول لها لو سبتيني هكون اخطر من كده. فبتقول له كون زي ما تكون انا مالي. وهنا بيقول سوريا لرجالته اننا لازم نوزع نطاق شغلنا ونكون عندنا مكاتب في كل فروع بومبي علشان نقدر نسيطر على المدينه كلها وكل مكتب يكون فيه 50 راجل علشان كل المدينه كلها تكون تحت سيطرتنا. وبغض النظر عن شغل المستوطنات هنفرض ضريبه 2% عموله واللي مش هيدفع هنهدده بالسلاح وكل اللي يحصل له مشكله لازم يجيلنا واحنا نحلها له. وفعلا بيكون ليه مكاتب سوريا في كل فروع بومبي وبيسيطر على بومبي كلها. والمفوض بيقول الضابط ان سوريا مش شخص عادي ولا مجرم عادي واكيد عنده دوافع بكل اللي بيعمله ده. وبيتصل سوريا على شترة وبيسالها انت فين وبتقول له مالكش دعوه. وبيبعت لها تاكسي تركب فيه وبيخطفها وبيقضوا وقت جميل مع بعض. والاخبار بتعلن ان العمده السابق خوجالي سرق 50,000 كرو وهرب. وجديف بيقول للراجل بتاعه لازم تلاقوه قبل ما الشرطه تلاقيه ويكتشفوا كل حاجه عننا. وبيقتلوا عائله خوجالي. وبيتصل سوريا على المفوض وبيقولوا لو وعدتني انك تسحب كل الاشخاص المتورطين مع خوجالي هسلمهولك. فبيوافق المفوض وسوريا بيسلموا خوجالي. وبيروح المفوض لجديف وبيقول له سوريا سلمنا خوجالي واسمك في اول قائمه المتورطين انت ايه علاقتك بسوريا؟ فبيقول انا معرفوش ولا عمري شفته. فبيقول المفوض انت تعرفه لانه مواطن امريكي وارجع بذاكرتك لورا 18 سنه وانت تفتكر الطفل الصغير اللي طعنك قدام الناس وضرب عليك نار وهو ده سوريا. وصاحبه شطره بتقول لها انا واثقه ان في يوم من
الايام سوريا هيشتري بومبي كلها، علشان كده ما تبوظيش علاقتك بيه. وبيفتح سوريا بنك جديد في حضور المسؤولين، والمفاوض بيقول بدأت حياتك بسرقة بنك ودلوقتي بتفتح بنك، وانا عارف انك فاتح البنك ده علشان غسيل الاموال. وبيتبرع سوريا ب50 لاكة لاسم الشرطة، والمفاوض بيقوله بتسرق فلوس الناس وبتبرع لنا بيها. فبيقول له سوريا فلوس الهند كتير، اللي يقدر ياخد منها ياخد. ولو لاحظت هتلاقي ان معدل الخطف والقتل انخفض قوي في البلد، علشان الناس بتعمل الجريمة الا لما بيكونوا جعانين، وانا بدفع لهم بانتظام. ومن فضلك اتعاون معايا علشان ناخد الفلوس من الناس الاغنياء ونوزعها على الناس الفقراء. وبيقول النائب جورديف لسوريا لو احتجت اي حاجة في دلهي تعالالي. وسوريا بيقول له لو تحب انك تحكم دلهي قول لي بس. فبيقول له النائب ايوه طبعا احب. فبيقول له سوريا حزبك هيفوز في الانتخابات اللي جايه، وانا عليا النفقات، واستخدم بس نفوذك وهات لي 25 طياره هليكوبتر علشان نوزع بيهم الفلوس، وانا مش عاوز حاجه من دلهي، وانا هخليك تاخدها بس هديه. وبيحتفلوا مع بعض، واثناء الاحتفال بيجي لسوريا تليفون، وبياخد رجالته بيجروا على بيت المفوض، وبيسال شترة على باباها لكن ما بتلحقش تقوله، وبيضربوا النار على المفوض، وبيمسك ايد شترة وسوريا وبيحطهم على بعض، وبيقول لسوريا ما تسيبش جديف، وبيموت. وجديف بيقتل خوجالي، وبيقول الدور على سوريا واحلف اليمين وهبقى رئيس الوزراء. وبيحكي سوريا لشترة على ماضيه، وبيقول لها انا كنت عايش في امريكا مع ماما وبابا وانا كنت صغير، وبابا كان رجل اعمال كبير قوي، وجه هنا بكل ثروته علشان يعمل حاجه لقريتنا، وتعرف على جديف. لكن جديف سرق كل فلوسنا وقتل بابا وماما، وتوسلت للشرطه كتير قوي علشان يساعدوني، لكن ما اهتموش بالموضوع. فرحت لجديف وطعنته بالسكينه وضربت عليه نار، لكن برضه ما ماتش ولا دخلت السجن واتيتمت وبقيت وحيد، علشان كده رجعت انتقم من كل اللي ظلمني. وبيفضل سوريا يجمع الفلوس اللي هيدخلوا بيها الانتخابات. وبيتصل جروديف على لول، وبيقول المرشح الخصم قوي جدا، كلم سوريا وخليه يمنعه ان هو ينزل الانتخابات. وبيعرف سوريا ان جديف متجوز 2 وعنده طفل من الزوجه الثانيه، فبيكلمها بيقول لها انا هديكي نص ثروه جديف بس افضحيه قدام الصحافه. وهي بتعمل كده وبتطلع وبتفضحه قدام الصحافه. وبيستبعد الحزب جديف من الانتخابات. وبيتجن جديف لما بيعرف اللي حصل، ولول وجروديف بيستغلوا الفرصه وبيفضلوا يتكلموا على جديف. وسوريا بيرشي كل المراسلين وبتوع قنوات الري علشان يتكلموا على الحزب الجديد. وسوريا بيقول لرجالته ان احنا مش هندفع الفلوس تاني للناس قبل الانتخابات بيوم واحد. وبيكتسح الحزب الجديد بفضل سوريا، وبيسيطر سوريا على كل حاجه. وبيخطف جديف شترة، وبيروح له هنا سوريا من غير سلاح. وبيقول للراجل بتاع سوريا انت ازاي جاي هنا كده من غير سلاح؟ فبيقول له سوريا لو انا احتجت سلاح هبقى استخدم سلاحك. وبيفضل جديف يضرب في سوريا، وبيقول له انت حرمتني من الانتخابات وانا كنت عاوز اكون رئيس الوزراء. وبيفضل سوريا يبص له بغضب، وبيقول انا ممكن اقتلك بسهوله وقتلك مش صعب عليا. وبيساله شترة فين، والراجل بتاع جديف بيقول له قتلها. فبيغضب سوريا وبيضربه، وبياخد سلاحه وبيقتل بيه 6 من رجال جديف. ولما الراجل بتاع جديف بيلاقي نفسه هيموت بيقول انا كنت بهزر معاك وشترة عايشه. وبيهجموا باقي رجال جديف على سوريا، لكن سوريا بيضربهم وبيخلص عليهم كلهم. وبيحط الراجل ده السكينه على رقبه شترة، فبيقول له سوريا سيبها واقتلني انا او انا هقتل نفسي. فبيقول له جديف اقتل نفسك. فبيضرب سوريا نفسه بالمسدس. ولما بيبعت الراجل بتاع جديف السكينه من شترة، سوريا بيقتله وبيقتل جديف وبينكش شترة. وبيفوز شروتيف بالانتخابات. والاخبار بتعلن ان شروتيف بعد ما يحلف اليمين هيروح يقابل رجل الاعمال سوريا. وبتسال الصحافه سوريا تحب تقدم نصيحه لاي شاب. فبيقول سوريا ان الحياه ساحه قتال، حافظ على هدفك واعمل اي حاجه علشان تحققه. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك. لو لسه مشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.